لو لسه ما جهزتيش الترمس للعيد يا دوب تلحقي تعمليه دلوقتي، ما هي سهره العيد ما تنفعش من غير تسالي، وبالذات طبق الترمس ده. ولو بتحبي الفول المقلي اللي بنشتريه مع الترمس من عربيه الشارع هقول لك ازاي تعمليه بكل سهوله. اول حاجه وانت رايحه تشتري الترمس لازم تجيبي ترمس مستورد، ما تجيبيش الترمس البلدي هياخد وقت طويل جدا معاكي، غير ان مرارته مش بتروح بسهوله. الترمس المستورد في يوم واحد بس هيكون جاهز معاكي وهتاكليه. هتنقي الترمس كويس جدا بالشكل ده، ولو في اي حاجه كده مسوسه او حاجه مش نظيفه بنشيله منها، وتنقعيه بقى في الميه دي مش اقل من ليله كامله، يعني مثلا 12 ساعه من بالليل للصبح، او تسيبيه تنقعيه في يوم الصبح وتسويه تاني يوم الصبح، ده بيكون احسن، بيستوي معاكي بسرعه ومش بياخد وقت كتير على النار. هتغطيه كويس بالميه بالشكل ده، وكل كام ساعه كده غيري الميه بتاعته. ومعايا حمص، وانت بتشتري الحمص نقي الحمصيه اللي بيكون حجمها كبير شويه مش الصغير. والحمص برده هننقعه ليله كامله، ده بيخليه ما ياخدش وقت كتير على البوتاجاز. ممكن تنقعوه في نفس اليوم ساعتين 3 قبل ما تسووه، بس بياخد وقت اطول على البوتاجاز، فانا بحب انقعه ليله كامله عشان ما ياخدش معايا وقت طويل في التسويه. ودلوقتي بعد ما نقعتهم ليله كامله شوفوا حجمهم بقى عامل ازاي، شربوا من الميه وحجمهم نفش، فمش هياخد معانا وقت كتير على البوتاجاز. والحمص كمان نفس الكلام. هناخدهم بقى نصفيهم من الميه بتاعتهم دي وهنغسلهم كذا مره كده، بعد كده ننزل بيهم في حله على النار ونغطيهم برده بالميه، نخلي الميه مغطيهم كويس جدا عشان تستوي كويس في الميه دي، وهنرفعهم على النار بقى لحد ما يستوي خالص معانا. الحمص اخد معايا حوالي ساعه وكان استوى خالص، والترمس بياخد من ساعه ونص لساعتين على البوتاجاز. انا بحب اسويه كويس قوي الترمس بالذات عشان ما يبقاش ناشف ويتعب القولون، بحب اديه تسويه مظبوطه. امسكي حبه الترمس بعد ما تستوي، ولو اتكسرت معاكي بكل سهوله يبقى كده سوا كويس، لو لسه ناشفه سيبيها على النار تاني. وطبعا في الاول بنرفعهم على نار عاليه، ومجرد ما بتغلي بنوطي النار ونسيبهم يستووا براحتهم. ويلا بينا نجهز الفول. معايا كوبايه من الفول نقيتها كويس جدا، شلت منها اي حاجه وحشه وغسلته كويس قوي، ونزلت بيه على طاسه سخنه من غير اي حاجه، طاسه كده ناشفه ما فيهاش اي حاجه، نزلت بيها بالفول وهفضل اقلب من غير ما اوقف كده لحد ما الفول يتحمر معايا. ما تسيبوش خالص عشان ما ياخدش لون من ناحيه وناحيه، لا بتفضلوا تقلبوا كده وعلى نار عاليه بياخد لون على طول كده معاكم. ومجرد ما بياخد اللون ده خلاص بترفعوه من على النار، وبنجهز له محلول الملح اللي هنحطه فيه. معايا كوبايتين من الميه المغليه، هضيف عليها معلقتين كبار من الملح عشان تخلي الملح بتاعه مظبوط. كل كوبايه ميه بنضيف لها معلقه ملح، فانت هتظبطي بقى المحلول ده على حسب الكميه اللي انت تعمليها، وننزل على طول بالفول فيها كده وهو سخن والميه مغليه طبعا، وهنقلبهم بقى ندوب الملح فيها كويس، وهنغطيه ونركنه على جنب لحد ما الفول يطرى معانا شويه. هي دي طريقه الفول المقلي اللي بيكون مع الترمس، مفيش اسهل من كده، طريقته سهله جدا. مجرد ما بتتملح معايا كويس والفولايه تطرى مش بسيبه في الميه، بصفيه من الميه بتاعته وبحطه في علبه محكمه الغلقه في التلاجة. وكده بقى الحمص بعد ما استوى معايا بعد ساعه، مش بنضيف ملح ولا اي حاجه معاهم وقت التسويه، مش بنضيف غير ميه بس. وده كمان الترمس خلاص بعد ما استوى معانا، شوفوا لونه بقى جميل ازاي، ولما بتمسكوا الحبايه وتكسروها كده بايديكم بتتكسر معاكم او بتتقطع معاكم بكل سهوله، ده كده استوى. انما لو الحبايه ناشفه سيبوها تاني على النار. والفول كمان بعد ما شرب من الملح واتملح كويس معانا كده بقى جاهز، هنصفيه من الميه زي ما قلنا ونحطه في علبه من غير ميه، وبنحفظهم طبعا في التلاجة. ويلا نجهز محلول الملح للترمس والحمص. معايا لتر من الميه، يعني 4 كوبايات من الميه، هضيف عليهم 4 معالق كبار من الملح. محلول الملح ده هيحافظ لك على الترمس لحد اخر واحده، مش هيحصل له اي حاجه، وبنعامله معامله المخلل بالظبط. يعني لما تيجي تاخدي منه لازم تاخدي معلقه نظيفه، ما بنحطش ايدينا فيه، وبنحفظه في التلاجة، ومش بيعمل ريم خالص، بيفضل كده كانك لسه عاملاه لحد ما يخلص. طب لو عمل ريم ابيض على الوش لازم تتخلصي من الميه دي وترجعي تعملي له محلول ملح، بس كميه الميه قل، يعني مثلا على لتر ميه هتحطي معلقتين بس من الملح. والميه اللي بنستخدمها المحلول الملح للترمس لازم نغليها الاول ونسيبها تبرد خالص، وبنحط فيها الترمس زي التخليل بالظبط زي ما قلنا، هتفضل معاكم لحد اخر واحده من غير ما يحصل له اي حاجه، وهتاكلوا بقى طول العيد احلى حبه ترمس وحمص وفول مقلي. ولو عايزين تعملوا دقه الترمس، ميه بتضيفوا عليها ليمون وملح وشطه وكمون وترجوها كويس وتسيبوها في التلاجة، وكل ما تيجوا تاكلوا من الترمس تحطوا حبه من الدقه دي على الترمس وتاكلوه بقى بالف هنا. وكل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم يا رب.